السلام عليكم ورحمة الله. قناة كاتي وبيك والمطبخ ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. إن شاء الله غادي نصاوبو معكم واحد الحوتة بالشرمولة ديالها وبليزاكسيسوار ديالها. تابعونا إلى من بداية الفيديو إلى نهاية الفيديو، ونتمنى يعجبكم الفيديو. وما تنساوناش بالدعوات ديالكم في هذا رمضان الكريم، الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية وطولة العمر وتقبل الأعمال والقيام والصيام كذلك. نبداو على بركة الله. عندنا هنا واحد الحوتة، كنجيو هنايا كنعبرو بالموس بحال هكا وكنقطعو، نعاودو نعبرو تاني بحال هكا وكنقطعو، ونعبرو تاني ونقطع. إذا الحوتة هنايا قسمتها على 4 كما تشوفوا هاد الطروفة ديالها. عندي الراس والديل وجوج الوسط. دابا ان شاء الله غادي ندخلو باش نديرو الشرموله ديال هاد الحوته. تابعونا باش تشوفوا الشرموله كيفاش غنديرو لها. غادي نحتاجو في هاد الشرموله ان شاء الله معلقه كبيره ديال الهريسه، واحد الحامضه انا عصرتها هنايا، وعندنا واحد 2 المعالق بومبي ديال القزبر والمعدنوس ويكون المعدنوس غالب. عندنا هنايا زيت الزيتون واحد 2 معالق حتى 3، معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال التحميره. ندخلو على بركه الله باش نصاوبو الشرموله ديالنا. غادي نبداو نضيفو المكونات ديالنا ديال الشرموله. هنا عندنا الحامض، عندنا الزيت، زيت الزيتون، قزبر والمعدنوس، قزبر غالب، الإبزار، التحميرة، الكمون والهريسة. وغنبداو نخلطو المكونات ديالنا حتى تنسجمو لينا، ونخليو الحوت ديالنا يتروبوزا واحد شويه نص ساعه. الحوته هي ديالنا شرمناها كما قلنا، وغنخليوها واحد نصف حتى لساعه باش تروبوزا وتشرب دوك المواد اللي درنا معاها. غادي نحتاجو في المرافقات ديالنا لهاد الحوته 2 ديال البطاطات. غنشدو بطاطا بحال هكا ونديرو علامه اكس. علاش؟ باش تجينا ساهله في التقشار، فاش طيب هكا تجي ساهله في التقشار. وغنحتاجو 2 ديال الجزرات، وغندير واحد شويه ديال الملحه ونديرو فوق النار يتسلقوا لينا، ومن بعد نرجعوا لكم ان شاء الله. بالنسبه للخضار المرافقه لهاد الحوته غادي نحتاجو كما قلنا دوك 2 الجزرات اللي سلقنا وحكيناهم في الحكاكه الغليظه. هنايا بطاطا وحده كبيره حكيتها في الحكاكه الكبيره، ووحده قطعتها على شكل هاد الدوائر. وعندنا هنايا حبه ديال المطيشه قطعتها على شكل دوائر، حبه ديال البصل قطعتها على شكل دوائر، وحبه ديال الفلفل اخضر اللي عنده الاحمر احسن يديرو قطعته هو على شكل دوائر. ونحتاجو هنايا 2 حامضات، وحده قطعتها بهذا الشكل وحده قطعتها بهذا الشكل. وهنايا عندنا معلقه ديال الهريسه غادي نضيفوها، وعندنا هنايا معلقه ديال الهريسه الخضراء، الفلفل الاخضر على شكل هريسه. غادي ندخلو باش نبداو عمليه التزيين ديال الحوته ديالنا. اذا
غادي نبداو العملية ديال التزيين. غنشدو الجزر اللي دوزناه في الحكاكة الغليظة، غنديرو واحد كمية لا بأس بها هنا، وغندير واحد الكمية قدام الراس. البطاطا المحكوكة حتى هي غنجيبو الكمية هنا، قطعنا على شكل دواير. نديرو دائرة ديال المطيشة ودائرة ديال الفلفل ودائرة ديال البطاطا، ونبقاو غاديين على هاد الطريقة. بقات لنا الهريسة الحمراء، غادي نحاولو نسقيو بها هاد البطاطا اللي عندنا. الهريسة الخضراء اللي عندنا حتى هي، ونزينو بها مطيشة. خمرنا فيها السمكة ديالنا، غادي نخدمو بها دابا. زيت الزيتون غادي نسقيو به. من بعد ما سالينا التزيين غادي نضيفو واحد نصف كاس الى كاس لاروب ديال الماء، وندخلو الحوتة ديالنا للفران باش طيب. الشكل النهائي ديال الحوتة ديالنا هو هذا كما تتشوفوا، ها هي طابت على خاطرها. مبقى لي الا نقول لكم الصحة والراحة، رمضان كريم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.